طول عمرنا بنقول إن الفن هو مراية المجتمع وبيعكس الواقع، بس المفارقة المرعبة هي إن الشارع بقى بيقلد السينما. مشهد محمد رمضان في مسلسل الأسطورة لما لبس مرسي قميص نوم وضربه وزفه في الشارع عشان يكسر عينه للأبد، الناس استنسخت فكرة الإهانة من شاشات التلفزيون ونسختها بالظبط. البلطجة زمان كانت عنف جسدي بيخلص والناس بتتصالح بعدها، دلوقتي بقت عنف نفسي وإذلال علني متعمد. الفن ما بقاش تسلية بريئة ولا حتى رسالة بتوجه المجتمع، الفن بقى مرجع للشباب إزاي يصوروا الضحية ويفضحوها على النت. الظاهرة دي خلقت كارثة جديدة اسمها تسليع السلاح الابيض زمان كانت حاجه بتستخبى في الهدوم، والمطوه دي كانت عار. دلوقتي السلاح بقى اكسسوار للروشنه على السوشيال ميديا، بقت في رقصات مخصوصه بالسنجه وبالمطاوي على اغاني المهرجانات، الشباب بتطلع لايف تستعرض بالاسلحه وكانها انجاز شخصي. الجريمه فقدت رعبها وبقت ترند بيجيب لايكات، الدراما حولت المجرم لبطل شيك بيلبس براندات وبيركب عربيات، المراهق المحبط لقى ان دي اسهل طريقه عشان يثبت حضور، بدل ما يتعب ويدرس ويشتغل قرر انه يشتري سلاح ويعمل فيديو. احنا حرفيا بنحول الجيل الجديد لمشروع مجرمين بضغط الزرار.